السابق عبد الإله بن كيران أن تجرؤ الرئيس الأمريكي على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يندرج في إطار مخطط لاختبار استعداد الأمة للمقاومة. وقال بن كيران أمام المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية في العاصمة الرباط إن الأمة ستبقى صامدة وستقاوم وتنتصر، وأكد أن الأرض سترجع إلى أصحابها بطريقة أو بأخرى. فإخواننا الفلسطينيون هم منا ونحن منهم، لا فرق بين مغربي وفلسطيني، لا فرق بين جزائري وفلسطيني، لا فرق بين كل من يشعر بالانتماء إلى هذه الأرض، وأنها ميراث الأمة الإسلامية أخذت منه غصبا، سترجع بطريقة أو بأخرى إلى أصحابها. ومن أجل ذلك فنحن سوف نتواصى بهذا الكلام جيل بعد جيل حتى يأتي الله بنصره، ونسأل الله أن يجازي إخواننا الفلسطينيين عنا أحسن الجزاء